عليكم. السلام عليكم، معكم منى بالمجد. احنا النهاردة هنعمل ان شاء الله الموز بطريقة الميت موتس. طلبها مني الأستاذ محمد لما عملت القطعة اللي عجبتكم، فان شاء الله يا رب المرة دي برضو تعجبكم بطريقة برضو الميت موت. قطع اللحمة بتاعتنا اللي احنا نحترمها نطلعها كده بالطعم بتاعها. هنا معايا 4 موز. قلت قلت للجزار انا عايزه 4 موز ضاني. طبعا اللي بتبقى بتقلق من اللحمه الضاني وما بتحبهاش وبتحس ان فيها زفاره، او بتحس ان هي ولادها او اسرتها ما بتحبهاش، بتمسك اي قطعه لحمه ضاني بتدعكها بشويه ملح الاول كده ومن غير غسيل ولا اي حاجه، وشوفوا بقى ما شاء الله ولا فيها اي ريحه وزي الفل. هنا انا كنت حاطه ورد بلدي كان جايلي كده، ما برميش على فكرة الورد البلدي بجففه وبعمله مع البهارات. هنا بمسك قطعة من الموزة بعمل لها مساج بقى، ده بجد بجد والله المساج ده بيطر حتة اللحمة من جوه علشان تبقى مستعدية لما تنزل على النار تطرى معايا، ما تاخدش وقت كتير في السوا، وخصوصا لو الخروف صغير يعني زي ما بيقولوا ما كسرش يعني سنتين. هنا بدي كل قطعة مساج، وبقوم حاطه لها الملح والفلفل بتاعها زي ما احنا متفقنا، ما فيش بهارات، ملح وفلفل وبابريكا ونقطه زيت زيتون او نقطه زبده، وبتديها المساج بتاعها. طبعا انا لما بخرم بحط قرنفل، مسمار، الثوم، حبهان، هي دي الحاجات بس التعطير وزياده الفليفر والتتبيله بتاعه الضاني او بتاعه اللحمه الميت موت زي ما اتفقنا. هنا الحته اللي فاتت انا كنت بحرر قطعه اللحمه، كان الراجل بعتها لي، الجزار بعتها لي، كسل يعين لي حته اللحمه من تحت عشان لما بتتسوى بتترفع بتدي منظر حلو قوي، فما كانش محرر لي حته اللحمه، كنت انا عماله اعملها من تحت علشان خاطر تبقى حلوه في التقديم. وطبعا ورق اللورا احنا عارفين يعني صديق سوري طبعا ان انا مش لابسه كلافز، لان انا بيني وبينكم لما ببقى بعمل حاجه زي كده الكلافز بيعطلني، فسوري على المنظر ده بقى وبشاعة المنظر، الفلفل الأسمر مع زيت الزيتون عامل كلر، فسوري بقى. لكن والله انتوا عارفين احنا يعني المصريات، الأمهات المصرية 24 ساعة ايديها في المية. شفت لازم المشروب بتاعي عشان اعرف اقف. هنا ما شاء الله بعد ما تبلت ببتدي احط بقى هنا ورق الزبدة زي قطعة اللحمة اللي فاتت، ورقة الزبدة، وبحط عليها الموزتين لان ورقة الزبدة مش كبيرة ما ينفعش كنت احطهم لان لازم يبقى في فراغ بينهم. ورقة الزبدة الاول وبتنيها وبقفلها، لاحظوا ان انا دوست في النص علشان خاطر ما يبقاش دخل هوا بينها. هنا بقفل عليها بقى تقفيلة زي ما بيقولوا يعني محبوكة علشان خاطر يبقى ما شاء الله جواها البخار منها فيها. وهنا برضو الورقة التانية واخدين بالكم على اساس يبقى التقفيلة تمام. دول المستين التانيين، الف هنا على اصحابهم والف هنا على اللي كلوهم، وان شاء الله يا رب يكون عجبهم. هنا ببتدي اسيبها في التلاجة 2-3 انا كنت متبلها قبلها بيوم الحقيقة. تاني يوم جبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها شويه الميه ودخلتها على درجه حراره 200 درجه على الرف اللي في الوسط، وشغلت عليها، وكل ما الميه بتقل بقوم انا مزوده ميه، كل ما الميه بتقل ببقى مزوده ميه. الحقيقه اخدوا تقريبا ساعتين وتلت ما شاء الله. هنا فضلت اعمل تيست برضو، ده ما كانش اول تيست كانت لسه انا عايزه تستوي زياده، زودت الصينيه ميه ودخلتها تاني. هنا برضو السوا ما شاء الله يعني ما اقولكوش ما شاء الله، هتشوفوا فعلا. بصوا ما شاء الله بقى لما حررت انا هنا زي بقول لكم اللحمه حلوه حررنا دي لما حررت اللحمه من عظمه الموزه من تحت اترفعت لفوق بقى شكلها جميل قوي في التقديم. هنا رصهم في الصينيه علشان اديهم الدريسنج بتاعهم او الصوص اللي هو عباره عن معلقتين صوص او معلقتين صلصه او معلقتين كاتشب على معلقتين عسل على نقطه ملح بفلفل. لو عندك الصوص البابريكو الباربيكيو بيبقى ما شاء الله برضو بيدي فليفر حلو، وخصوصا ان هي تدي طعم برضو الشوي. هنا بحطها تحت الشوايه بس هتاخد لون عشان ما تنشفش، هي ما شاء الله جوسي ومش محتاجه غير انها تاخد اللون بس زي ما انتوا شايفين كده. على فكره كنت عامله شويه الرز المبهر دول، قبل ما تقولوا لي طريقه الرز المبهر هنزله الزبده، معلقه الزبده والسمنه اللي انا عملت فيها اللهم صل على سيدنا محمد، عملت فيها المكسرات استخسرت ارميها
بقيت احط على وش الموز معلقه الزبده. هنا بقى الفينش العسل زي ما انتم عارفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب تعجبكم. متنسوش طبعا شير كتير وفولو. منى ابو المجد كانت معاكم، مستنياكم في طلباتكم، والف هنا وشفا على الاستاذ محمد، يا رب تعجبه. هنا انا بدوق طبعا وبوريكم ما شاء الله الموزه عامله ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني بصوا سايبه، يعني ايه بقى، بجد بجد 100 موت 100 موت يعني. تسلم ايدك يا منمو، يا رب تعجبكم. مستنيه تعليقاتكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب. منى ابو المجد كانت معكم، منى ابو المجد.